مساء الورد والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. وحشتوني جدا جدا. قبل ما نشوف كده الفيديو بتاع النهارده بيتكلم على ايه، اللي لسه اول مره يشوف القناه فضلا الاشتراك كده واللايك الحلو بتاعكم. ويلا بينا كده كلنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. النهارده الفيديو بتاعنا بقى في اوضه المعيشه او في اوضه الكنب او الانتريه. عايزه اقول لكم بقى لي كتير جدا ما صورتش هنا، فالنهارده راجعه لكم بقى في فيديو جديد وروتين جديد. هنا برضو بعد ما جيت من عند ماما كان الجزء ده، يعني انا ماشيه معاكم خطوه خطوه وجزء جزء. تمام كده. تمام كده. هنا عندي الكنب. لازم عشان اروقه او ان انا ارتب كده وانظم المخدات بتاعه الانتريه، لازم اني اشيل الحاجه من مكانها خالص وانفض تحتيها، لان تحت بصراحه المخدات والشيلات اللي بنقعد عليها اكيد بيبقى فيه تراب، بيبقى فيه حاجه، فما بطمنش الا لما بشيل الحاجه من مكانها خالص. فانا شلت المخدات وشلت الشيلات وببتدي ان انا انفض. بدات بالكنبه الكبيره. هنا معايا نفضتها ومعايا المخدات اسمها الايه، الشلت. ايوه الشلت زي ما بتقولوا بقى اللي انتوا شايفينه. المهم الحاجه اللي بنقعد عليها رجعتها مكانها. وهنا برجع برضو المخدات او المساند اللي عندي هنا. انتوا طبعا على طول في حد سألني قال لي اشمعنى اللي في النص ساده؟ هو جاي كده. يعني المخدات اللي هي الكبيره دي او المساند الكبيره هما 3، اللي في الجنبين او اللي هما كلهم عامه شبه بعض الا اللي هي في النص دي ساده. بس هو جاي كده، هو شكله كده، ما اخترعتوش انا يعني. فهنا نخش بقى نبتدي على الكنبه الصغيره. خلصت الكنبه الكبيره وخليتها معايا زي الفل. تحتها كان مليان زباله، مش هي الواحده، هي والمخدات والانتريه والكنبه الصغيره، يعني الانتريه كله كان طالع عينه. لو انتوا فاكرين انا كنت عامله معاكم قبل كده بس مباشر ومخيطه مطرح السوست. عارفين انتوا السوسته؟ مخيطه الحاجات دي كلها. انا اصلا كل ما اعملها سوسته برضو مع مرور الوقت بتتشال. خيطتها وعملت معاكم بس مباشر، خيطت فيه كل المساند والمخدات والشلت وكل حاجه. عملتها معاكم خياطه مطرح السوست كده، لان كل ما اعمل سوسته تبوظ برضو، كل ما اخيطها تبوظ. مش عارفه هو دول منحوسين ليه، انا مش فاهمه. يعني مش عارفه لهم حل. اخرة ما ازهق منه هبيع الانتريه ده خالص واجيب حاجه مكانه واريح دماغي منه. منحوس، كل شويه اعمل فيه حاجه وترجع تبوظ، ولا سوست نافع ولا خياطه نافع ولا اي حاجه نافعه. مش عارفه بقى هو اللي بايظ مش مظبوط، يعني الدنيا القماش بتاعه مش حلو، ولا ده هلك من العيال، انا مش عارفه. بصوا مطرح ايدي كده المفروض في سوسته. السوسته دي كل ما اعملها، ده مش هي بس، ده هي والباقي كله. السوسته كل ما اعملها تبوظ وكل ما اخيطها تبوظ. فمش عارفه الحل ايه. اخرة ما زهقت بصراحه سبتهم، بتعب فيهم على الفاضي. بس اكيد هلاقي حل، لا اما احاول ابدل الانتريه ده، يعني زي ما في يعني هبيعه زي ما بيبقى فيه برضو حاجات مستعمله او استعمال خفيف، زي يعني هو ونصيبه بقى، ما علينا، يعني اكيد لي كل حاجه نصيب. المهم هنا برضو مسكت الكنبه الصغيره زي ما عملت الكنبه الكبيره. عملت الكنبه الصغيره، شلت كل حاجه من مطرحها ونفضت تنظيفه حلوه كده، ورجعت ورتبت كده ونظمت الكنبه. الدنيا هنا زي الفل. عايزه اقول لكم بقى تحتها، تحت الكنب والكراسي كميه تراب وزباله ما حصلتش، غير بقى الاكتشافات اللي بلاقيها من العيال راميينها. فكل ده بيطلع في الترويق والتنظيف. الستاره هنا زي شايفين عامله ازاي، باظت. انا مش عارفه بصراحه، عايزه اشيل الستاره دي خالص اللي هي البرقع دي والجناب ومش عارفه ايه والمنظر ده عامه، واجيب ستاره عاديه خالص، ستاره واحده بس عاديه شيفون او خفيفه، ويعني تبقى اريح وشكلها اظرف بصراحه. شفتوا انا كنت مطلعه مقشه الصغيره وازازه الميه وطبق ومعرفش ايه وايه، كل ده برضو من تحت الكنب وانا بروق. فربنا بقى يعين كل ام على اولادها وعلى المصايب والكوارث اللي احنا بنشوفها بسببهم. هنا دخلت على الكنبه لا مش الكنبه بقى، الكرسي. صحصحوا معايا، يعني انا انام انتوا صحصحوا.
هنا بصوا دي الكرسي ده كمان بعمله زي اخواته. هو انا النهارده انا عملت معاكم الروتين سريع وبسيط وخفيف، يعني اللي هو مرضتش اسيب لكم الفيديو كامل، كان 25 دقيقة في كنس ومسح وتنظيف وترتيب، وهنشيل الكنب ده من مكانه خالص. احنا هنا بس ما ينفعش اكنس على طول من غير ما انفض الانتريه، لان انا هنفض الانتريه بعد ما اكنس هينزل زبالة وتراب قد كده، فكان لازم ابدأ الاول ان انا ارتب الكنب والكراسي قبل الكنس، لان الزبالة اللي هتقع بقى يبقى نكنس مرة واحدة. فعشان كده بدأت بالتنفيض وبالترويق وكده والتنظيم، وبعدين شلت بقى الكنب من مكانه خالص، كنست تحتيه عشان اكيد تحت الكنب والكراسي متبهدل برضو. شايفين هنا السفرة ورا الكراسي، السفرة متدمرة حرفيا، عليها كمية هدوم ما حصلتش. شايفين العلو قد ايه، والطبق اللي هناك البلاستيك اللي هناك ده في غسيل لسه هيتنشر، يعني انا نشرت واللي اتبقى موجود في الطبق، ومحطوط بقى على السفرة هدوم قد كده، كل ده عايز يتطبق. هدوم بقالي كام بقى يوم من ساعة ما جيت، كل يوم بغسل والهدوم اتكومت. قلت بقى انا هقعد بقى مع نفسي بعد ما اعمل الانتريه، همسك بقى الهدوم اطبقها بقى، لان هي فعلا هتاخد وقت، لان هي كتير قوي قوي. بس حبيت برضه اوريكم المنظر. وبعدين في على الكرسي السجادة او المشاية اللي هي بتاعت الطرقة، اللي هي الصغيرة، اللي هي اتجاه المطبخ والحمام، المشاية الصغيرة. اول ما جيت كانت مش عجباني خالص، قلت اكسب وقت، غسلتها ونشرتها وهي خلاص تقريبا كده، عشان انشر بس الغسيل، هي خلاص ناقص لها بس ان هي تتهوى بس شوية، يعني هي قربت تنشف. فقلت احطها على الكرسي من هنا لتاني يوم ما تكون نشفت، عشان اكسب وقت والغسيل بتاعي ينشف، لان انا عندي غسيل كتير. بس فالله المستعان ان شاء الله احاول اخلص كل اللي ورايا باذن الله. هنا انا برضو بعمل عملت الكرسي اللي هناك ده، او عملت الكراسي، خليتهم برضو زي الفل، نفضتهم وظبطتهم زي الكنب بالظبط. نشيل بقى السجادة خالص، ونبتدي بقى نشوف المعركة، كمية التراب اللي هتطلع والكنس بقى هيطلع لنا ايه. فانا هنا عملت لكم الروتين سريع، ويعني هقفل معاكم برضو، مش هكمل 25 دقيقة معاكم وانا بعمل كده يا جماعة، عشان الناس سألتني لا سيبي الفيديو كامل، مفيش مشكلة، مفيش داعي الاجزاء. بس مش كل، يعني الاغلبية العظمى قالوا لي لا احنا بنحب الروتين يكون سريع، يعني ما بين 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير قوي قوي، 15 دقيقة اللي هو ربع ساعة. فانا بقيت اقسم الفيديو 2، لو 25 دقيقة او 30 دقيقة بقسمه 2، علشان خاطر الناس اللي بتزعل مني ان الفيديو طويل وبيقولوا لي صباحة ما بنقدرش ان احنا نتفرج على الفيديو كامل، غصب عننا، مين في وقته نص ساعة بس للفيديو، فبنضطر ان احنا نتفرج شوية وتاني يوم نتفرج شوية، وبتحيرينا معاكي. فطبعا عشان خاطر الناس دي اكتر، يعني الناس، يعني ناس قليلة قالوا لي عادي، يعني الفيديو ايا كان حتى لو ساعة احنا هنسمعه ونتفرج عليه كامل. والاغلبية بقى او الناس كتير قوي قوي قالوا لي لا خلي الفيديو في حدود، يعني اقصى حاجة يوم ما نقول ان الفيديو طويل يبقى ربع ساعة، فاحنا عايزين اقصى يعني حاجة ربع ساعة، وطبيعي ما بين 12 او 10 دقايق. فانا طبعا شطورة وبسمع الكلام وبحب متابعيني وبحب اخواتي، واكيد يعني بعمل كده علشانكم وعلشان الناس اللي طلبت مني كده. بس فاخيرا سمعنا الكلام، وهنا الفيديو هو مش مكمل 10 دقايق. فعايزة اقول ليكم جميعا عامة، والله كلكم اللي بيحب الفيديوهات الطويلة واللي بيحب الفيديوهات القصيرة، بجد شكرا لكم كلكم، ربنا يديمكم في حياتي يا رب، ولا يحرمني من وجودكم دايما، بجد منوريني ومشرفيني. هنا انا شلت الكنبة الكبيرة وكنست تحتها وطلعت كل التراب، مش تراب بس بقى، هنا بقى الاكتشافات اللي قلت لكم عليها، صينية الشاي وطبق البلاستيك بتاع الاولاد اللي بياكلوا فيه ومعلقة،
يعني كانوا تحت الكنب طالعين مع الزبالة. ده غير الزبالة ان هي ما شاء الله قد كده قد كده قد كده. مش عارفة انا بقول ما شاء الله على يعني انتوا هتحسدوني على كتر الزبالة. ذكية يا صبوحة. الله أكبر، الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طيب يا حبايبي، أنا هختم معاكم الفيديو لحد هنا، وإن شاء الله نشوف باقي الفيديو في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكرا لكم، أو في الجزء الثاني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.